دجاج عماني بالقمح العماني. تعاقب الأجيال وتمضي السنين، ومن أرض عماننا الحبيبة نحصد دائما ما تجنيه أيدينا. عاد كيف إذا اختلط هذا القمح العماني بالدجاج العماني من شركة الصفا داخل جدر واحد، تتوقع شو النتيجة؟ نزل عندك هنا قمح عماني مخرص يوم، ناخذ منه كيلو ونص، نغسله مرة مرتين ونخرصه يوم كامل. ومن الصفا قطع دجاج مبردة، هذا بالعظم وبدون جلد، هذا الكيلوين كاملات. الملح عماني وبحري، شوية هيل وفلفل أسود، ثم صب الماء الحار وغطى عليه، نار هادية 5 ساعات ومنتهي. صبر إذا كنت مستعجل، نار وسط ساعتين وخالص. هذا بعد ما يكمل 5 ساعات. خلط بالبلاندر، صب السمن وكمل الخلط والملاس. بسم الله نغرف، عاد سم بالله، كل على الله.